بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل درس الدالة التربيعية. ناخد مسألة برضو. بيقول لي مثل بيانيا دالة السين اللي هي بتساوي س تربيع زائد 2 س زائد 1، متخذا السين بتنتمي إلى الفترة من -4 إلى 2. الأرقام اللي ما بين الفترة دي هي -4 -3 -2 -1 0 1 2. يبقى هعمل جدول واكتب فيه ال7 قيم اللي مديهم لي دول. طبعا دي قيم س، ما هو بيقول لي س بتنتمي للفترة دي، يبقى هكتب في الجدول س وهكتب ال7 قيم دول او 7 ارقام دول. تحت السين هنكتب ص اللي هي الدالة نفسها، دالة س بكام بقى. كل مرة هشيل السين واحطها بالقيمة اللي مديها لي واشوف ساعتها الصاد او الدالة هتديني كام. يبقى اول قيمة اللي هي لما السين ب4، يا ترى صاد هتبقى بكام؟ شيل السين وحط -4، يبقى س تربيع زائد 2 س زائد 1. هنشيل السين ونحطها ب4، يبقى -4 تربيع زائد 2 في -4 زائد 1. الكلام ده هيديني 9. يبقى لما السين ب4 دالة -4 هتديني 9. طب لما السين ب3 تبقى الصاد أو دالة -3 بكام؟ -3 تربيع زائد 2 في -3 زائد 1. الكلام ده هيديني 4. طب لما س ب2 يبقى دالة -2 ب2 تربيع زائد 2 في -2 زائد 1 بتساوي 1. الدالة عندي اللي هي س تربيع زائد 2 س زائد 1 بعوض فيها بالقيمة بتاعة السين اللي بيديها لي. دلوقتي لما القيمة بتاعة السين ب1 يبقى دالة -1 -1 تربيع زائد 2 في -1 زائد 1 هتديني 0. عندما س ب0 يبقى دالة الصفر ب0 تربيع زائد 2 في 0 زائد 1 هتديني 1. طيب لما س ب1 يبقى دالة الواحد 1 تربيع زائد 2 في 1 زائد 1 اللي هي بتساوي 4. آخر قيمة للسين ب2 دالة الاتنين 2 تربيع زائد 2 في 2 زائد 1 بتساوي 9. يبقى الدالة الأساسية اللي هي س تربيع زائد 2 س زائد 1، شلت السين وحطيتها كل مرة بقيمة من ال7 قيم اللي بيديها لي. يبقى أنا عندي كده 7 قيم لسين و7 قيم للصاد. نلاحظ القيمة الرابعة ودي أهم قيمة اللي هي القيمة اللي في النص اللي هي هنا دالة -1، الدالة الوحيدة اللي القيمة بتاعتها مختلفة عن باقي الدوال. هتلاقي اللي فوقيها شبه اللي تحتيها. دالة -2 شبه دالة الصفر، القيمة بتاعتهم 1. دالة -3 زي دالة الواحد، الاتنين القيمة بتاعتهم ب4. أول دالة وآخر دالة هتلاقي القيمة بتاعتهم ب9. يبقى القيمة بتاعت الدالة الرابعة، القيمة الرابعة دي أهم قيمة، أو رابع نقطة دي أهم نقطة. طبعا هنمثل على الإحداثيات. أول قيمة عندي -4 و9، تاني قيمة أو تاني نقطة -3 و4، تالت قيمة اللي هي تالت نقطة ب2 و1، رابع نقطة ب0 و1، خامس نقطة كانت رابع نقطة ب1 و0، خامس نقطة ب0 و1، سادس نقطة 1 و4، وآخر نقطة 2 و9. طبعا التمثيل على الإحداثيات دي حاجة سهلة، انت مجرد بس بتكتب السين والصاد. السين عندك اهي والصاد، بتحط القيمة بتاعت السين والصاد وبتحط ايه نقطة. طلع عندي كده 7 نقط، هوصل بس ما بينهم هيطلع الشكل ده اللي هو منحنى. دايما الشكل بيطلع عندي منحنى بالشكل ده. أهم نقطة عندي هي النقطة الرابعة اللي هي في المسألة دي ب1 و0. دايما بيسألني عنها، هيقول لي ايه هي إحداثياتها. إحداثياتها يعني بيتكلم على السين وعلى الصاد الاتنين، يبقى هي نقطة ليها إحداثيات سين وصاد، يبقى هي -1 و0. ده اسمه ايه؟ إحداثي رأس المنحنى. يبقى النقطة دي اسمها رأس المنحنى. بيسألني عن إحداثياتها يبقى بكتب السين والصاد. طب يسألني عن القيمة الصغرى للدالة للصاد، ما هي الدالة هي صاد. بيسألني على القيمة الصغرى بتاعتها يبقى عيني على الصاد، برضو نفس النقطة اللي هي النقطة اللي في النص، الصاد بتاعتها بكام؟ ب0. يبقى القيمة الصغرى عندي سواء هجيبها من الجدول اللي هي طبعا الصاد ب0 أو هجيبها من على المنحنى، أقل قيمة تحت عندي هي ايه؟ 0. 0 صاد. طيب بيسألني بقى عن المعادلة بتاعة المحور بتاع التماثل. طيب
يبقى كده كأنه بيسألني على السين، بيسألني على نفس النقطة بس بيسألني على ايه؟ على السين. المعادلة يعني السين. السين هنا بكام؟ بسالب واحد. يبقى المنحنى ده متماثل حوالين المحور اللي معادلته س بسالب واحد، اللي هو المحور اللي باللون الأخضر ده دلوقتي. طبعا المحور ده موازي لمحور الصادات، يبقى دايما المنحنى هيبقى متماثل يا إما على محور الصادات نفسه يا إما على محور تاني موازي ليه. محور الصادات هو اللي معادلته س بيساوي صفر. لو كانت المسألة س فيها بتساوي صفر يبقى المحور عندي محور الصادات. أي س تانية يبقى محور موازي لمحور الصادات. طيب ناخد مسألة تانية برضو. مثل لي دالة السين اللي هي بسين ناقص 2 الكل تربيع. طب قبل ما نشوف بقى السين بتنتمي لكام، هو كاتب لي الدالة ازاي؟ س ناقص واحد الكل تربيع، يبقى لازم افك التربيع دوت اللي على القوس. بيتفك ازاي القوس اللي هو الكل تربيع؟ يبقى اول قيمة او اول حد عندي اللي هو السين تربيع، تاني حد عندي اللي هو سالب 2 تربيع. طبعا سالب 2 تربيع هتطلع بموجب 4، دايما بتطلع بالموجب، اي حاجة تربيع تديني عدد موجب. يبقى هيطلع عندي 3 حدود. الحد الاولاني هو الحد الاولاني تربيع، الحد الاخير هو الحد التاني تربيع، اللي في النص 2 في الاول في التاني، 2 في س في سالب 2، 2 في سالب 2 بسالب 4 في س يبقى سالب 4 س. يبقى كأني بضرب التربيع اللي هو الأس يعني في الحد الأول في الحد التاني، يبقى 2 في سالب 2 في س بسالب 4 س. كده فكيتها خلاص، بقت الدالة عبارة عن ايه؟ س تربيع ناقص 4 س زائد 4. هو مديني الفترة من سالب 3 ل3. ايه القيم اللي ما بين السالب 3 وال3؟ القيم هي ايه؟ او ايه القيم اللي هي بقى، او مديني الفترة هنا من سالب 1 ل5. يبقى ايه القيم ما بين السالب 1 وال5؟ يبقى سالب 1 0 1 2 3 4 5. ماشي، ادي ال7 قيم اللي عندي. طيب اول قيمة اللي هي سالب 1، دالة السالب 1 بكام؟ هنعوض في س تربيع ناقص 4 س زائد 4، يبقى سالب 1 تربيع ناقص 4 في سالب 1 زائد 4 هتديني 9. تاني قيمة اللي هي صفر، هنعوض عن السين بصفر، يبقى صفر تربيع ناقص 4 في صفر زائد 4 هتديني 4. تالت قيمة اللي هي السين بواحد، هنشيل السين ونحطها واحد تبقى 1 تربيع ناقص 4 في 1 زائد 4 هتديني 1. رابع قيمة وأهم قيمة دالة الاتنين، تبقى 2 تربيع ناقص 4 في 2 زائد 4 تساوي صفر. خامس قيمة دالة التلاتة، هلاحظ من أول خامس قيمة هتلاقيها بتتكرر القيمة اللي ايه اللي قبل اللي فوقيها، القيمة اللي هي دالة الواحد. نلاحظ كده لازم هلاقيها بتتكرر مع القيمة التالتة. دالة التلاتة هلاقيها بتلاتة تربيع ناقص 4 في 3 زائد 4 هتلاقيها بواحد اللي هي زيها زي دالة الواحد. دالة الأربعة هلاقيها ب4 تربيع ناقص 4 في 4 زائد 4 هلاقيها ب4 اللي هي شبه دالة الصفر. يبقى أنا بتأكد وأنا بحل إن عندي تلاقي التلات قيم اللي فوق شبه التلات قيم اللي تحت. وآخر حاجة دالة الخمسة اللي هي ب5 تربيع ناقص 4 في 5 زائد 4، الكلام ده هيديني 9. ملاحظين كده إن الأربع قيم اللي فوق أو التلات قيم اللي فوق شبه التلات قيم اللي تحت. والقيمة الرابعة ودي أهم قيمة اللي هي دالة الاتنين، في المسألة دي دالة الاتنين بكام؟ بصفر، ودي القيمة الوحيدة المختلفة. فوقيها دالة الواحد شبه اللي تحتيها دالة التلاتة، القيمة بتاعتهم بواحد، الصاد أو الدالة بتاعتهم طلعت بواحد. بعدين دالة الصفر شبه دالة الأربعة، القيمة بتاعتهم طلعت بأربعة. ودالة السالب واحد اللي هي أول دالة ودالة الخمسة الاتنين القيمة بتاعتهم ب9. طيب نمثل بقى على الإحداثيات. يبقى هنكتب الإحداثيات س وس شرطة ص ص شرطة، ونبدأ نمثل. أول نقطة عندي سالب واحد بكام؟ ب9. لما س بسالب واحد الصاد ب9 يبقى أول قيمة عندي سالب واحد و9. تاني نقطة عندي لما س بصفر الصاد ب4. تالت نقطة عندي لما س بواحد الصاد بواحد يبقى النقطة واحد واحد. رابع قيمة وأهم قيمة 2 وصفر، 2 س وصفر صاد. خامس قيمة 3 س وواحد صاد. سادس قيمة 4 و4. آخر قيمة 5 و9. كده كتبت ال5 نقط أو رسمت ال5 نقط، أوصل بقى ما بينهم هيطلع الشكل عندي منحنى.
يبقى دايما الدالة التربيعية بتتمثل بإيه؟ بمنحنى. أهم قيمة فيه القيمة الرابعة، النقطة الرابعة، بيسألني كل الأسئلة عليها، يقول لي إيه هي إحداثياتها. يعني إيه إحداثيات؟ يعني س وصاد الاتنين، يبقى النقطة نفسها 2 و0. إحداثي رأس المنحنى اسمها إيه النقطة دي اللي هي النقطة الرابعة؟ رأس المنحنى، إحداثياتها 2 و0. طب القيمة الصغرى للدالة للصاد، بيسألني على القيمة الصغرى، يبقى بيسألني على صاد. القيمة الصغرى هنا من برضو النقطة الرابعة الصفر، الصاد بتاعت النقطة الرابعة اللي هي الصفر. هيسألني بقى عن المعادلة. معادلة يعني ايه؟ يعني س. لما بيسألني عن المعادلة أو يسألني عن التماثل، المنحنى متماثل فين؟ المنحنى متماثل عند الخط س بتساوي 2. ايه الخط ده؟ ده الخط اللي موازي محور الصادات، دايما بيطلع يا اما هو محور الصادات نفسه اللي هو س بيساوي 0 لو كانت الس ب0، يا اما خط موازي ليه. في الحاله دي هو خط موازي ليه عشان الس فيه ب2 مش الس ب0. لو س ب0 ده يبقى محور صاد. اي س تانية يمين او شمال موجب او سالب تبقى ايه؟ موازي لمحور الصادات. طب هنا بقى مسألة بشكل مختلف، بيقول لي دالة الس هي م ناقص س تربيع. القيمة العظمى للدالة هي 4، هي من الشكل اللي قدامي ده القيمة العظمى كام؟ ب4. اوجد قيمة م. هي ايه القيمة العظمى دي؟ بص على النقطة اللي فوق دي، احداثياتها ايه؟ احداثياتها الس بتاعتها بكام؟ ب0 والصاد بتاعتها ب4. مش هي القيمة العظمى دايما قيمة الصاد؟ طيب يبقى احداثيات النقطة دي 0 و4، صح كده؟ يبقى اقول له ان انا عندي نقطة اكتشفتها من الايه؟ من الرسمة اللي انت مديها لي، هي النقطة 0 و4، لما الس ب0 الصاد ب4. طيب نعوض بالقيمة دي بالسين وبالصاد جوه الدالة علشان نقدر نجيب قيمة م. يبقى هقول له الدالة اللي هي الصاد، هي دالة السين اللي هي الصاد، كأن الصاد بتساوي م ناقص س تربيع، صح؟ طيب الصاد بكام؟ ب4 والسين بكام؟ ب0، اللي هي القيمة بتاعت النقطة اللي أنا اكتشفتها موجودة على المنحنى، أو أي قيمة تانية كان كاتبها لي على المنحنى. أنا هاخد أي قيمة لأي نقطة هتحقق لي نفس الإيه؟ نفس المنحنى. يبقى أشيل السين وأحطها ب0 وأشيل الصاد وأحطها ب4، يبقى 4 بتساوي م ناقص 0 تربيع. طبعا 0 تربيع ب0، يبقى كأن الأربعة بتساوي إيه؟ م، يعني الميم بتساوي 4. كده جبت قيمة م بكام؟ ب4. ممكن نشيلها بقى دلوقتي، يبقى دالة الس ب4 ناقص س تربيع. خلاص عرفت ان دالة الس بكام؟ ب4 ناقص س تربيع. هو بقى بيسألني هنا عن قيم الب والجيم اللي على الرسمة. فين الب والجيم؟ ايه هما الب والجيم؟ دول النقطتين بتوع التقاطع بتوع المنحنى مع محور السينات. يبقى المنحنى لما تقاطع مع محور السينات تقاطع في نقطة موجبة ونقطة سالبة اللي هي الب والجيم. يتكتبوا ازاي بقى ويتجابوا ازاي؟ تقاطع مع محور السينات امتى بيتقاطع مع محور السينات؟ لما الصاد ب0. واضح النقطة ب أو النقطة ج الصاد فيهم ب0، يبقى هاخد الدالة نفسها وأساويها ب0. يبقى دالة الس اللي هي 4 ناقص س تربيع هاخدها وأساويها ب0. مفهومة؟ امتى المنحنى يتقاطع مع س؟ لما الصاد تبقى ب0. ادي النقطتين ب وج، بص عليهم هتلاقوا الب والج موجودين على محور السينات. يعني ايه على محور السينات؟ يعني الصاد بتاعتهم ب0. يبقى هاخد الدالة نفسها وأساويها ب0، يبقى 4 ناقص س تربيع ب0. ننقل الس تربيع الناحية التانية من اليمين للشمال بعكس الإشارة، هي سالب س تربيع تروح هناك موجب س تربيع، يبقى 4 بتساوي س تربيع، أو يعني الس تربيع بتساوي 4، ما هي. طب دي س تربيع، طب الس لوحدها بموجب أو سالب الجذر التربيعي للأربعة، يطلع لها قيمتين موجب أو سالب. دايما لما بحط الجذر التربيعي بيبقى في عندي موجب أو سالب، يعني يطلع قيمتين، قيمة موجبة اللي هي 2 وقيمة سالبة اللي هي سالب 2، يبقى موجب أو سالب 2. طب يبقى القيمة الموجبة اللي هي الب، واضح ان هي على اليمين، يبقى الب بكام؟ ب2. والقيمة السالبة اللي هي الجيم تبقى سالب 2، يبقى الب بموجب 2 والجيم بسالب 2.